احتمالات مباراة الغد، كيف يتأهل الاتحاد وكيف يتأهل الهلال؟ الاتحاد لازم يفوز ثلاثة على الأقل، فارق ثلاثة، يعني 3-0 4-1 5-2. والله حسبة يعني. تجي للهلال، الهلال يفوز أو يتعادل بأي نتيجة أو يخسر بفارق هدفي. يعني لو فاز الاتحاد 1-0 يتأهل الهلال، لو فاز الاتحاد 2-0 تتمدد لأشواط إضافية، لو فاز الاتحاد 3-0 يتأهل إلى المباراة. هذه المعادلة عماد مباراة كبيرة توضع في الخطة. صحيح. هاي تفرق عند الخطة. صحيح بالتأكيد. يعني ما مش محتاج اجتهاد ان جاياردو راح يلعب باقصى شيء، يعني بمحاولة تسجيل مبكر. وايضا الهلال من مصلحته لو سجل هدف يحبطهم. بالتأكيد هو من يسجل في البداية هو من سيحقق ربما الفوز، لكن تخيل أنت الدرس يكون قبل المباراة ب 24 ساعة، ومين كان يتوقع أصلا أنه العين ينافس النصر ند بند إلى الآن، ولا يستطيع النصر التأهل على الأقل لا في الشوطين الأصليين ولا حتى في الأشواط الإضافية. فالدرس أمامك واضح، هذا للاتحاد يأخذ العين كجانب له، قدر يقلص الفوارق مع النصر ودخل في سكة إلى الآن لا نعلم ما هي نهايتها. للاتحاد بالتأكيد أنه يجب أن يتوازن، يعلم بقيمة الهلال، حتى لو كان يرغب في الذهاب إلى مناطق الهلال هو راح يحاول بقدر الإمكان استغلال منطقة سعود عبد الحميد، مفتاح لعب كبير جدا في نادي الهلال، يترك مساحة وراء، بالتأكيد هو راح يشتغل عليها مدرب نادي الاتحاد، ربما بجوتا في حال مشاركة جوتا للهلال. الهلال عنده مدرب عادل جيسوس، بالتأكيد هو يخاف من أي سيناريو جول للاتحاد في أول 10 دقائق تروح المباراة لسكة ثانية تماما. هو بالتأكيد يعلم بأنها ستشكل ضغط على لاعبي فريقه، فبالتأكيد كوليبالي يجب أن يتواجد في المباراة. نفز وسفتش يعطونا قيمة في وسط الملعب. خلينا نقول مهما كان سيناريو المباراة، مالكم ما شاء الله في طرف الملعب في عمقه تقدر تشغله أنت كمدرب على حسب سيناريو المباراة. ميتروفيتش كلاعب هداف ممكن يرجعك في أي وقت للمباراة. الاتحاد بالتأكيد فابينهو كلاعب كبير سيفتقد إلى توأمة في نادي الاتحاد، كابتن كبير مثل كانتي. هل يكون فيصل الغامدي اللاعب المعوض داخل أرض الملعب على الأقل في فكرة كانتي بالتدرج بالكرة، بوضع الكرة دائما واحد ضد واحد لاعبين الطرفين سواء كان أحمد الغامدي أو مروان وجوتا؟ هذه نقطة مهمة جدا. خطورة الهلال على الاتحاد ربما في تواجد اللاعبين الهدافين وكثرتهم في نادي الاتحاد. انت لما تقول رومارينيو، ان لعب رومارينيو او حتى لاعب كبير مثل كريم بنزيما، عبد الرزاق، حمد الله اللي قاس سلمان الفرج في اخر مباراه فريق فيه عبد الرزاق حمد الله تتوقع يسجل في اي وقت لانه هو لاعب هداف. بالتالي طالما الاتحاد مجبر على الهجوم بالتأكيد أنه راح يسجل، ولكن هل يحافظ حجازي ومن معه في خط الدفاع على مرماهم؟ الله أعلم، ننتظر سيناريو المباراة. على نظيره نادي الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الكلاسيكو الآسيوي التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. وتقدم الصربي ألكسندر متروفيتش بالهدف الأول لنادي الهلال من علامة الجزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لنادي الهلال سريعا بعد تلقي تمريرة عرضية من مالكم ليوضع الكرة في شباك الحارس عبد الله المعيوف. وواصل نادي الاتحاد المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 من عمر المباراة، والتي شهدت إشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعبه الفرنسي كانتي بداعي التدخل العنيف ضد السنغالي كولوبالي مدافع نادي الهلال.